الفيديو بيتكلم عن ايه بقى؟ انا جايب لكم 3 افلام: فيلم ابو علي، وفيلم تيتا رهيبة، وفيلم عاوز حقي. انا هختار فيلم من ال3 افلام دول، اتكلم واحلل الفيلم اللي انا هختاره، واسيب لكم الفيلمين التانيين انتوا تختاروا فيلم منهم اتكلم عنه الفيديو الجاي. وبس، هو ده هدفي اللي انا حابب اوصله. تمام، فانا هختار فيلم من ال3 افلام دول وهتكلم عنه وعلى التحليل بتاعته وملخص والتقييم بتاع الفيلم النهائي. تمام، وانتوا تختاروا فيلم من الفيلمين التانيين اتكلم عنه الفيديو الجاي، ووعد هتكلم عنه عشان مفكروش اللي هو كلام وخلاص. تمام، يلا بينا نبدأ. الفيلم اللي انا اخترته من ال3 افلام دول هو فيلم ابو علي، لان انا بحب الفيلم ده جدا ومتشوق ومتحمس اللي انا اتكلم عنه. تمام، يعني عندي فضول كده اللي انا اتكلم عن الفيلم دوت، وحماس كده اللي انا اتكلم لكم عن الفيلم. فانا اخترت ابو علي من ال3 افلام دول. كده يتبقى تيتا رهيبة وعايز حقي. يعني الفيلمين دول كده انتوا هتختاروا فيلم منهم هتكلم فيه الفيديو الجاي. تمام، ووعد هعمل لكم الفيديو في اسرع وقت وهيترفع باذن الله على القناة. تمام، وبس كده. قبل ما نخش في فيلم ابو علي، ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك شير الفيديو ده في كل مكان عشان يوصل لعدد كبير من الناس. تمام، وبس كده. يلا بينا نخش في فيلم ابو علي. ابو علي سنة 2005 ده تاريخ انتاج الفيلم، من بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، خالد الصاوي، وطبعا طلعت زكريا انتوا عارفينه الله يرحمه. إخراج أحمد نادر جلال، تأليف بلال فاضل. النوع أكشن كوميدي رومانسي، على رومانسي، في حتة رومانسية كده. الفيلم بيحكي عن شاب اسمه حسن أبو علي بيشتغل في كافيتيريا، وبتحصل معاه مشكلة تخليه يهرب من الشرطة، وفي طريقه يقابل سلمى اللي تقوم بدورها منى زكي، وبتتغير حياته وبيتورطوا مع عصابة كبيرة. تحليل القصة بالكامل. السيناريو سريع ومليان أحداث، يمكن يبان بسيط بس متمسك وبيشد المشاهد من أول مشهد. الإيقاع ممتاز، مفيش ملل، كل مشهد بيخدم اللي بعده. الحبكة فيها جانب أكشن وجانب رومانسي وكوميدي، خفيف من غير ما تبقى مبتذلة. يعني خفيفة من غير ما تبقى مبتذلة، المشاهد بتبقى كوميدي على رومانسي على أكشن على خفيف يعني. وبس دي كده تحليل القصة. نخش في تحليل الشخصيات. كريم عبد العزيز في فيلم أبو علي قدم شخصية الشاب الجدع الشعبي اللي عنده قلب طيب، بس الظروف دايما ضده. كاريزما عالية وتمثيل مقنع. منى زكي دورها بسيط لكن أضواءها كان حلوة جدا، وقدرت توازن بين الرومانسية والدراما. خالد الصاوي طبعا من أقوى أدواره وقتها، خصوصا في دور الشرير كان عنده حضور قوي. طلعت زكريا الله يرحمه وضاف لمسة كوميديا خفيفة جدا، ووجوده كان مهم في تخفيف التوتر في الفيلم. الإخراج والتصوير. الإخراج أحمد نادر جلال قدر يقدم فيلم متكامل بالإمكانيات اللي كانت محدودة وقتها، واهتم بالتفاصيل. التصوير، المشاهد كانت حيوية ومتحركة، وخصوصا مشاهد الهروب والمطاردات. الموسيقى التصويرية بسيطة بس مناسبة لأجواء الفيلم، وساعدت في تكوين الجو العام. التقييم للفيلم الكامل. تعالى نقيم الفيلم ده مع بعض بالترتيب كده، ويلا بينا. القصة 7.5/10. التمثيل 8.5/10. الإخراج 8/10. الموسيقى والتصوير 7/10. الإيقاع والتشويق 8.5/10. التقييم النهائي للفيلم 8/10. ده التقييم النهائي للفيلم، وانا قلت رأيي بصراحة في التقييم للفيلم ده، وانتوا قولوا رأيكم برضو في الكومنتات تحت. يمكن الفيلم يستاهل اكتر من كده وانا مش واخد بالي، يمكن يستاهل اكتر من 8 بس انا مش واخد بالي. يمكن انتوا تكونوا شايفين حاجة في الفيلم انا مش شايفها، بس انا التقييم النهائي للفيلم 8/10.
ده اخره الصراحة، ما يزيدش عن كده. ليه فيلم ابو علي لسه عايش لحد دلوقتي؟ لانه دمج بين الاكشن والكوميديا والرومانسية بشكل سهل وممتع، في شخصيات بسيطة بس مؤثرة، في رسالة عن الظلم والجدعنة والناس اللي بتدور على فرصة جديدة في الحياة. تعالى نتكلم عن عيوب الفيلم. بصراحة الحبكة مش دايما منطقية في بعض المشاهد، النهاية كانت متوقعة نوعا ما، بعض الشخصيات الجانبية كانت ممكن تتعمق أكتر من كده. وبس كده، يبقى كده وصلنا لنهاية الفيديو. وما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا اللايك لو عجبك الفيديو. وبس كده. والفيلمين التانيين اللي هو عايز حقي وتيتا رهيبة، الفيلمين دول بجد هتكلم عنهم وهسيب لكم انتوا الخيار تختاروا واحد منهم اتكلم عنه الفيديو الجاي، ووعد هنزلهولكوا في اقرب وقت ممكن، عشان انتوا بجد اللي بتشجعوني وبتدعموني ان انا انزل لكم فيديوهات. وبس كده. وما تنساش بقى تسيبلي رأيك في الكومنتات عن فيلم ابو علي، وتسيبلي الخيار من الفيلمين اللي انا اتكلمت عليهم في اول الفيديو واديني بتكلم عليهم في اخر الفيديو اهو، تسيبلي خيار فيلم منهم. ولو لقيت في الكومنتات الفيلم اللي اكتر جايب كومنتات اكتر هتكلم عنه باذن الله. وبس كده، حط اللايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. بس كده، سلام.